لحظة لحظة يا جماعة، هذا ليفل جديد، خذوا. المسلم الحقيقي المتعلم في رأيي إذا تكلمت معه عن داود الملك سيقول لك أبسط حق للشعب اليهودي أنه هذه أرضه التاريخية. ومن المخجل أن تجد مسلم يتسمى على اسم النبي والملك داود ثم ينازع أولاد داود في أنه هذه الأرض أرض إسرائيل. يعني يا رجل أنا كنت أتحاور مع أحد الإخوة المسيحيين الذي يقول لي عني صهيوني. تخيل رجل مسيحي يسميني أنا صهيوني، وهذا المسكين لا يعرف أنه المسيح كان أكبر صهيوني. سبحان الله، الله بيخلي أولى القبلتين لمكان ما يخص المسلمين. أنا لو برد واقعيا وعلميا وفقهيا ومنطقيا عليك ما بخلص، ولكن ليش أرد عليك؟ أنا خلي واحد يهودي ويرد عليك أنت. As Jews are embarrassed what's happening there in the state of Israel in the Jewish name. And what's your message to the people of Palestine? They shouldn't give up the struggle. They should continue to fight and not give up the struggle against the state of Israel, because by the end Palestine will be free, because this is truth.